السلام عليكم. ما تيجوا نعمل مع بعض شوية جندوفلي بجد حلوين جدا هيتخطفوا منك خطف. اول حاجة الجندوفلي من الصدفيات والصدفيات اللي بتبقى موجودة في الرملة على الشط، فلازم ان احنا نغسلها كويس جدا. هنغسلها تحت مية جارية كتير قوي لحد ما نحس ان احنا تخلصنا من كل كمية الرمل اللي فيها. بعد كده ننقعها 5 دقايق في مية ومعاها سنة ليمون كده، هنلاقيها كلها فتحت وبقت جميلة كده معانا. طبعا اللي مش هتفتح معاكي في المية لما تيجي تنقعيها كده ما تحطيهاش خالص في النار، لان في الاغلب هيكون كلها جواها رمل وطينة وهتفتح لك في الطبخة وهتبوظ لك الطبخة خالص. هنا بقى هنصفيها وهنجيب معانا حلة وهنحط فيها معلقة زيت ومعاها بصلاية مبشورة وكمان طماطماية مبشورة، وهنسيبهم كده مع بعض ايه يتسبكوا كويس، مش يتسبكوا يعني يغلوا كده شوية مع بعض وينزلوا المية بتاعتهم. لو عندك تتبيلة سمك حطي معلقة، لو ما عندكيش حطي فص ثوم وحطي معاه كمون وكزبرة وملح وفلفل اسود. هنا بقى معانا هنقلب معاهم الجندوفلي كويس جدا، هنقلبه حاولي ما تقلبيش كتير عشان الجندوفلي ما يخرجش بره الصدفة وايه ويتهري معاكي في التسوية. هنا بعد 10 دقايق رشيت عليه ليمون، الجندوفلي بيحب الليمون قوي، وكمان رشة كزبرة، وهقلب اخر تقليبة وهقفل عليه. انا ما حطيتش مية خالص وانزل المية بتاعته. بجد تحفة. جربوا، لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لها شير كتير عشان توصل لأكبر عدد من الناس.